الاسد ما بياكلش نوايتي، والضبع ما بيعوش في التلاجة، واخويا السندال اللي تتهدله جبال، واخويا المدرعه اللي بيصاحب بالاربعه. طبعا انت مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله ولا انا كمان فاهم، بس ده بالظبط اللي احنا بنشوفه كل رمضان. مسلسل فيه بطل عمال يزعق ويقول كميه امثال شعبيه مش مفهومه لمجرد ان هو يطلع شبح الشاشه، يقول لك ما حدش يتكلم في ناسي. بس يعني سؤال معلش، هو انت اخر شبح اتفرجت عليه في رمضان غير في حياتك ايه؟ ولا حاجه. بس في واحد زمان عمل دور الفتوه، وبفيلم واحد بس منه غير قانون دوله، اللي هنتكلم عليه اسمه فريد شوقي. وما اخفاش عليك، اللي عمله ده هو ده اللي فعلا يتقال عليه فن هادف. اهلا بيكم في قناه بلوت تويست، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. يعني داخلين على العيد. معاكم محمد مصطفى والشهره كاكاشي. صحيح في ناس كانت سالتني هو انا ليه اسمي كاكاشي. الناس سموني كاكاشي عشان شبه الاسيويين. انا مش شايف ده، هم شايفين، ما علينا. المهم ان احنا في القناه دي بنتكلم عن ناس عملوا معجزات وناس عملت كوارث، وممكن بيبقى نفس الشخص وعمل حاجتين مع بعض. وانا مهمتي ان انا احكي لك القصه من اول المشهد لحد البلوت تويست. لو دي اول مره تشوفني شرفني باشتراك في القناه، وسيبك من اللي فات وركز معايا في اصل الحكايه. القاهرة 1920، حي السيدة زينب. لو في واحد سايح أجنبي وعايز يفهم مصر قول له ينزل حي السيدة، هيشوف هناك خناقة وصلاة وعزا وريحة كشري، وكلهم شغالين في نفس المتر مربع. في الحي ده بقى اتولد فريد محمد عبده شوقي. فريد شوقي ما كانش طالع من عائلة فقيرة زي ما هو كان بيمثل في مسلسلاته وأفلامه. جده كان موظف في قصر عابدين، وأبوه كان شغال مفتش في وزارة المالية، وكان خطيب وطني تقيل من رجالة سعد زغلول، لدرجة إن سعد زغلول نفسه سماه بلبل للسيدة زينب. يعني الفنان فريد شوقي اتربى في بيت كله خطابة وسياسة، بس طلع إيه؟ طلع ممثل. ودي مش خيانة للتراث. أبوه كان بيخطب على المنبر وهو قرر إن هو يخطب على الشاشة. الفنان فريد شوقي خد دبلومة الفنون التطبيقية وبعدين دخل معهد تمثيل، وهناك بقى حصلت حاجة كوميدية جدا. الأساتذة لاحظوا إن الفنان فريد شوقي بينفع في دور معين تحديدا، دور الشر. يعني المعهد جاب فريد شوقي وقال له بص يا ابني أنت ممتاز، بس يعني دور الشرير لايق عليك قوي وبتبقى نمرة واحد فيه. أي حد ما كان المفروض اللي هو يزعل يا جدعان هو أنا في سحنتي فيها حاجة، بس لا، هو قال خلاص يا باشا أمين هات المطر. وبالفعل كسر الدنيا لدرجة إن أسطورة المسرح يوسف وهبي طلبه شخصيا إن هو يشتغل معاه. والموضوع ده ساعتها بالظبط عامل زي كده جوارديولا لو طلب منك إن هو تلعب في السيتي وأنت أصلا متعود على ملعب الخماسي. نيجي بقى للجزء بتاع العلاقات العاطفيه، وهنا هنقف شويه لان فريد شوقي اتجوز 5 مرات. 5 مرات ما شاء الله. انا ما بحكمش على حد، بس يعني هو عجبته التجربه. المهم ان الزوجه الثانيه دي كانت رقاصه في مالها ليلي، حبته لدرجه الهوس، غيرتها المرضيه حرفيا حولت حياته الجحيم، لدرجه ان يوسف وهبي شخصيا ساب المسرح وبقى مستشار العلاقات العاطفيه بتاع فريد شوقي، وقال له ابعد عنها دي هتدمر مستقبلك. المشكله ان هي مش بس كانت غيره، المشكله ان هي لما كمان حست ان هو هيسيبها فكرت ان هي تنتحر. المفروض مثلا فريد شوقي في اللحظه دي ان هو يخاف مثلا ولا يرتجع، بس هو لا، يعني بصي يعني توكلي على الله وكمل في طريقه عديد. وده مش معناه ان هو بطل، بس معناه ان الراجل ده كان دماغه ناشفه وعارف هو عايز ايه كويس. نيجي بقى سنه 1951، فريد شوقي كان بيصور فيلم حكم القوي مع النجمه هدى سلطان، وفي اخر يوم تصوير حصلت اغرب قصه جواز. يعني المخرج دخل بيقول فركش 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 يا جماعه، وده واقف كده قال له هدى سلطان ما تيجي نتجوز. حرفيا دي الطريقه اللي هم اتجوزوا بيها. المهم ان هم عاشوا مع بعض لسنين طويله وعملوا افلام تكسر الدنيا، ولكن للاسف الشديد هم اتطلقوا لان هو لما سافر تركيا عشان ينتج افلام هي كانت مصممه ترجع مصر، ولما صممت وهو رفض للاسف طلبت الطلاق واتطلقوا. فهو كان بينهم حب كبير بس للاسف الخناقه كانت اكبر. في قمه نجوميته فريد اتلقب بوحش الشاشه وملك الترسو. الترسو ده اللي هو جمهور الدرجه الثالثه الغلابه. بس هنا بقى فريد قرر ان هو يعمل حاجه تخلد اسمه وتعرف الناس يعني ايه الفن لما يكون رساله. والله فن رساله بحقه حقيقي، مش مخرج يجيب لك مشاهد كباريهات ويجيب لك رقاصه بملابس خادشه للحياء، ولما تنتقده يطلع في التلفزيون ويقول لك انتوا ازاي تنتقدوا الفن، دي رساله ومناقشه لقضايا المجتمع. بس لا يا عم الحاج، ما كلنا عارفين ان الشباب اللي قاطعين تذاكر داخلين يشوفوا المشاهد اللي حصلت في الفيلم، لا فرق معاهم لا قضايا ولا قصه ولا رساله ولا عارفين اصلا اسم البطل بتاع الفيلم، لكن فاكرين اسم البطله اللي كانت بترقص في الفيلم. ولكن فريد شوقي بقى عمل الرساله الفنيه دي بطريقه تانية خالص. اخو فريد شوقي كان شغال مأمور في اصلاحيه احداث. فريد راح زاره في مره وهناك شاف كارثه، شاف اطفال دخلوا الاصلاحيه في سرقه تافهه في خناقه عبيطه، ولما بيخرجوا بيفضل ملزوق فيهم الفيش والتشبيه مدى حياتهم، وبتفضل وصمه كده على قفاهم ان هم اصحاب سوابق. فالعيل من دول يروح يشتغل فيطلبوا منه الفيش فيكتشفوا ان هو سوابق فيترفض. يعني المجتمع اللي كان المفروض ان هو يربيه ويصلحه كان بيقفل في وشه البيبان وبيحوله المجرم بجد. فريد شوقي هنا بقى دمه غلي وقرر ان هو يروح بيته ويكتب فيلم جعلوني مجرما. الفيلم نزل والناس عيطت في السينمات، وزير الشؤون الاجتماعيه شافه، وكانت النتيجه ايه بقى؟ الحكومه اصدرت قرار بالغاء قانون السبقه الاولى من الصحيفه الجنائيه عشان تدي فرصه للشباب ان هم يبتدوا حياتهم من اول وجديد. فيلم واحد من ممثل دايما متعود ان هو يلبس قناع
الشر غير قانون دوله بحالها. الجميل في الموضوع ان فريد شوقي اصلا في بيته كان عكس الشاشه تماما. بنته مثلا الفنانه رانيا فريد شوقي كانت بتقول ان هو دايما بيبدا يومه بصلاه، بيشرب قهوه في هدوء وبينزل يتمشى في النادي، وكان من اهدى الناس في الدنيا وما كانش بيحب زعيق خالص. الراجل كان بيصلي الصبح ويروح الاستديو، مش مشكله ان شاء الله يقلب ابو لهب ويضرب نص ممثلين مصر، وده ما كانش نفاق، ده كان فصل عبقري ما بين الممثل وما بين الشخصيه. دلوقتي بقى تعالى اتفرج على اي مسلسل في رمضان، شاب بعضلاته وفاتح صدره وعمال بيزعق في نص الحاره عمال على بطال، وعمال بيكسر في كراسي القهوه بس لمجرد ان هو يثبت ان هو ذكر، والمنتج طبعا طاير من الفرحه عشان المسلسل خلاص بقى ترند. بس فريد شوقي لما عمل دور الفتوه ما كانش بيسال نفسه هو ده هيبقى ترند ولا لا، كان بيسال هو الناس اللي هتتفرج هتستفيد ايه من مشهد الضرب اللي انا هعمله. وده الفرق ما بين اللي بيعمل فن عشان يعيش وفرق ما بين اللي بيعمل فن عشان يخلص في سبوبه العيد. في 27 يوليو 1998 الفنان فريد شوقي توفى، وجنازته طلعت مهيبه من ميدان التحرير. ملايين الناس كانوا ماشيين في جنازته وما كانوش رايحين يودعوا راجل مجرد كان بيضرب ممثلين في السينما، دول كانوا رايحين جنازه الراجل اللي حس بوجعهم ووقف معاهم، ولما لقى قانون ظالم وقف لهم وحش الشاشه لحد ما يغيروا. سؤال بقى ليكم، الفنان فريد شوقي استخدم الفن عشان يغير قوانين وينظف المجتمع، تفتكر الفن والسينما بقى بتوع دلوقتي بيغيروا ايه في الاجيال اللي طالعه؟ استني رايكم في التعليقات من غير شتيمه، غير شتيمه، حتى لو اتفرجت على الحلقه دي بعد رمضان ما تشتمش. لحد هنا بقى حلقتنا تكون خلصت، وكالعاده لو في دماغكم اي شخصيه حابين ان انا اتكلم عليها قولوا لي في الكومنتات تحت. فريد غير قانون ونجد الملايين، ودلوقتي بيبيعوا الاغراء للشباب المساكين. السلام. حكم تكاتك.